نحن نؤلف طريقة ما أنزلها الله سبحانه وتعالى، وهي طريقة أن الدين عبارة عن حالة نفسية، أقعد أسمع وتأثر وبعدين أقوم أتوضى وأصلي وقاعد. لا، الإسلام نوع أنواع العبادات، خلى في عبادة اسمها قراءة القرآن، عبادة اسمها قيام الليل، عبادة، لكن جعل هناك عبادة اسمها مثلا التزاور في الله. إن عبدا ذهب إلى أخيه في الله ليزوره فرصد الله على طريقه ملكا يسأله لماذا تزوره؟ قال في الله. قال طبت وطاب ممشاك وتبوأت مقعدك من الجنة. فدي عبادة. وهناك عبادة أخرى اللي هي الصدقات، وعبادة أخرى اللي هي مؤانسة اليتامى وملاعبتهم ولطفتهم، وعبادة أخرى هي الجهاد، وعبادة النهي عن المنكرات والدعوة وإقامة. يقوم يبقى في دي عبادات ودي عبادات. فاحنا رحنا عاملين ايه؟ رحنا عاملين علامة اكس كده، لاغيين نوع من انواع العبادات المهمة، وعشنا بقى دراويش، واخدين بالكم، وبس شوية دقن وطاقية وجلبية وجامع وخلاص، وتركنا الأنواع الأخرى من العبادات. فمرضت قلوبنا ونفوسنا، أصبحنا في حالة نفسية، اللي مغموم واللي مهموم، ما ينفعش. وإنما بكاء الليل يقابله بسام النهار. يعني بكاء الليل الذي يفيض بالدمع بكاء يقابله بسام النهار، أن تبسمك في وجه أخيك صدقة. واخد بالك؟ المؤانسة، الزواج سنة حتى لو امرأة أو رجل، لأن إنما أقعد في البيت لوحدي وأقفل على نفسي وأقعد كذا وأقول والله يا شيخ ده احنا حالتنا كذا، ما هو ده مش الإسلام، مش دي مش أنواع العبادة. لذلك الأخت الفاضلة اختارت أن تكون صاحبة نوع من الطاعات خلاها تنفرد بالناحية النفسية دي. عاملة زي ايه؟ زي اللي يخش سجن ويبقوا قافلين عليه في سجن انفرادي، ما ينفعش. وإنما نحن أيها الإخوة نحن نقوم بالعبادة كما رسمها الله، لا نقوم بالعبادة كما ننتقي نحن، نقول والله احنا ناخد ده ونسيب ده. الله رسم حالة للعبادة، فاللي يلغي نصها ويعيش نصها لا يلومن إلا نفسه لو أصيب بكل هذه المفاسد النفسية الفظيعة. واضح كده؟